إلى أحلى متابعيني بالتيك توك. طبعا اليوم سويت الخبز البذور الكتان نفس طريقة الشوفان، بس خليت بيه يعني طحنته وخليت بيها الحبة السوداء والسمسم، خليته بشوية حليب وبس، وخليت سويته مثل هذول الصمون كلش صغار، وبعدين يعني عجنته بالمي حار كلش غالي، مي مغلي كلش. خليته باوفن، سويته بهالطريقة وخليته باوفن واستوى، طلع بهذا الشكل الخبز البذور الكتان. طبعا فتحته بالنص وسويت العدس وياه، هذا فتحته بالنص واكل، وخليته باوفن واكل من عده. شايفين ايش قد حلو؟ هذا هو اللانش مالتي. هاي البارحة اللي سويته الشوفان همينة، شايفين كلش حلو منظره وطعمه خرافي. هاي الواحد يسوي رجيم ما يقدر ياكل الطحين بجلوتين، هذا ما بي لا جلوتين ولا اي شيء، صحي درجة اولى. اللي الناس عندهم سكر همينة يقدرون ياكلون من هذول الخبزين. تحياتي لكم، ان شاء الله عجبكم الطريقة اللي سويتها. موجودة الطريقة قبل، عندي فيديوهات موجودة نفس الخبز من البذور الكتان. شكرا لكم، احلى متابعيني كلكم، شكرا، لا تفاوض.